قرار عاجل من لجنة الانضباط بفيفا لكهربا بسبب الزمالك. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح محمود كهربا لاعب النادي الأهلي مهلة جديدة لسداد الغرامة المالية الموقعة عليه لنادي الزمالك، على أن يكون أمام اللاعب مهلة شهر لسداد غرامة 1000 فرنك للفيفا وشهرين لغرامة النادي الأبيض. وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لنا: لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم منحت كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة الموقعة عليه لنادي الزمالك وقدرها 2 مليون دولار مع فوائد التأخير. وأضاف ذات المصدر: إذ لم يتمكن اللاعب من سداد الغرامة المالية الموقعة عليه خلال المدة المحددة، يتعرض اللاعب للإيقاف لمدة 6 أشهر بشكل تلقائي. وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد قررت في وقت سابق توقيع عقوبة مالية على كهربا قدرها 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك. الجدير بالذكر أن كهربا قد تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت، ولكنه لا يزال ملزما بسداد مبلغ الغرامة الموقع عليه حتى لا يتعرض للإيقاف من جديد.